بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في مركز شباب الكعبان والبطولة الرمضانية الخامسة. يسعدني أن نلتقي بالممرض عبد الباسط. مساك الله بخير وكل عام وانتم بخير. الله يسلمك وكل سنة وانت طيب، واهلا وسهلا فيكم في مركز شباب الكعبان. الله يبارك فيك. ممكن استاذ عبد الباسط والممرض عبد الباسط تكلمنا عن اشتراكك وكم سنة شاركت مع البطولة الرمضانية في مركز شباب الكعبان؟ ما شاء الله، هذه يعني البطولة الدورة الخامسة ما شاء الله، معناتها كل سنة بفضل الله أشارك في البطولة، أغطي الدورة. فاحنا بإذن الله في خدمة الشباب، في خدمة النادي، وفي خدمة الشعب القطري كله. متواجدين في أي لحظة تحت الطلب، يعني المركز قريب هني. إن شاء الله ما تكون في إصابات، إن شاء الله البطولة يعني في كنف الروح الرياضية التامة. ما شاء الله اللاعيبة يعني روح رياضية عالية. الحمد لله ما فيش حاجات إصابات خطيرة، كلها حاجات بسيطة يعني لازم تصير في كل جولة، تصير في كل مباراة. الحمد لله اللي نقدر نسويه هنا على أرض الملعب نسويه، اللي ما نقدر المركز هو موجود طوالي 24 ساعة، الخدمة متوفرة على مدار الساعة ما شاء الله، واحنا تحت طلب متطوعين معاكم ومنكم وإليكم في كل لحظة، وأهلا وسهلا. الله يجزاك خير. ونشكر يعني إدارة المركز اللي خولت لنا بالتطوع معاكم وبالمساهمة باللي نقدر نسويه، وجزاكم الله خير، وإن شاء الله بطولة ناجحة، وأشجعكم وأشكركم، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. إن شاء الله. وآمركم أنكم تواصلون على المنوال هذا. ما شاء الله ما قصرتوا، يعني كفيتوا ووفيتوا، جزاكم الله خير. استاذ عبد الباسط، ما حصلت أي مشاكل مع اللعيب أو تنرفز بعضهم تنرفز عليك بإصابته ولا حاجة؟ لا بالعكس، دائما نشوف الاحترام العالي ما شاء الله عليهم، الحمد لله هذه نعمة من فضل الله، هذه من حسن أخلاق اللعيبة، من حسن أخلاق لجنة التنظيم. كل ما تأطر الناس وكل ما تحكي لها إيش اللي لازم يصير من الأول، فأنا معجب كثير بجهودكم. ليش؟ لأنه في قبل كل ملاحظة شوف يعني لمدة دقيقتين ثلاثة تأطروا اللعيبة، تحكوا لهم أنه لازم نروح لهذه، لازم فهمتني يعني. فهذه صراحة حركة لطيفة عزت علي كثير، الحمد لله. هذه تذكر فتشكرون عليه. الله يجزاك خير. عندك أي كلمة توجهها لمركز شباب الكعبان؟ أي ملاحظة؟ أول شيء أحب أشكر القائمين على المركز فرد من القيادة العليا، من مدير المركز إلى العامل إلى حتى اللي يوزع الشاي على الناس، وهذا جزاكم الله خير، ما قصرتوا. أنا بصراحة معجب بما تقومون به، معجب بالتنظيم، معجب بكل اللي قاعد يصير. إن شاء الله دايما نحو الأفضل إن شاء الله. لك ألف جزيل، وإن شاء الله نشوفك ونسوي لقاء مرة ثانية إن شاء الله. شكرا لنا إن شاء الله راجعة. السلام عليكم.